اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. يا صباح السعادة والسكر الزيادة. تعالوا بقى النهاردة نعمل وجبة فطار حلوة جدا ومش مكلفة خالص، وكمان تنفع وجبة عشاء أو ممكن تنفع وجبة غدا وتمشي بيها يومك. هنجيب من التلاجة بتاعتنا حبايتين طماطم، حطي ايدك في الدرج وهاتي كمان قرن فلفل، وفي الرف في التلاجة هاتي بيضتين وبصلاية من الرف عندك، وتعالي كده نعمل بيكو المكونات البسيطة ديت اللي موجودة في كل بيت. هنعمل بيها وجبة حلوة جدا ومش مكلفة، وكمان هتعجب اولادك وهيطلبوها كل يوم. معانا هنا حبايب المكونات بيضتين وبصلاية وطماطمتين وقرن فلفل. هنجيب البصلاية نقطعها مكعبات صغيرة بالشكل ده يا حبايبي، وكمان معايا الطماطم هنقطعها بالشكل ده. الأكلة دي حلوة جدا ومغذية ومفيدة للأطفال كمان. طبعا البيض فيه قيمة غذائية، وكمان هنحط معاهم بقى الخضار الطماطم والفلفل والبصل، وهتبقى حلوة جدا ومش مكلفة كمان ورخيصة في الظروف الغلا اللي احنا موجودين فيه. وجبة وهتعدي بيها يومك وهتبقى حلوة في منتهى الجمال. قطعنا البصل يا حبايبي بالشكل ده زي ما انتم شايفينه. بس تعالي هنا بفكرك، لو انت اول مرة بتشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك، وكمان تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس وتدوس على كلمة الكل. ومستنية الكومنتات الجميلة بتاعتكم اللي بتفرحني وبتشجعني اللي انا انزل لكم فيديوهات ووصفات اكتر واكتر. هنا حبايبي قطعت البصل، هنجيب بقى الطماطمايه ونقطعها مكعبات بالشكل ده زي ما انتم شايفين. حطيت اللايك ولا لسه ما حطيتيش؟ حطوا لايك عشان نشوف الوصفة الجميلة الحلوة ديت اللي مش مكلفة خالص. الوجبة دي يا حبايبي تكفي عدد افراد حلوة، يعني ممكن تكفي معاكي 3 افراد او 4. لو انت مثلا عايزة تضعفي الكمية وتزودي الكمية معاكي، ممكن تزودي طماطم وفلفل وبصل وتزودي البيض، هتعمل معاكي كمية حلوة جدا وتعمليها في سفرة بقى في الغدا، هتبقى في منتهى الجمال مع اكل شعبي جميل المصري بتاعنا بقى. فول بالطماطم، بطاطس مهروسة اللي هي بالخضرة، شكشوكة، الاكل المصري الجميل بتاعنا، وتعملي غدوة حلوة جدا وكمان هتأكل وتبقى احلى واحلى. هنعمل بقى يا حبايبي الفلفل هنقطعه بالشكل ده زي ما انتم شايفين مكعبات صغيرة. ولو انت مثلا ممكن تزودي مع الاكل، انا بديكي الاساس الوصفة الاساسية، وانت ممكن تزودي في الكمية. ممكن تضيفي كمان حباية بطاطس، هتبقى قيمة غذائية، يعني دخلتي كل فوائد القيمة الغذائية في الأكلة دي في منتهى الجمال يا حبايبي. حطوا لايك للفيديو أجمل ناس في الدنيا، ومستنية التعليقات الجميلة بتاعتكم، وجربوا الوصفة ديت واكتبوا لي تحت في الكومنتات. قطعنا الفلفل يا حبايبي، أنا حسيت القرن الفلفل كمان كتير، مش هقطع باقي الفلفل، يعني خدت حوالي نص القرن الفلفل بالشكل ده. هنجيب برضو الطماطمايه نقطعها مكعبات صغيرة خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. تغيير برضو في الفطار، بدل الاكل المعتاد كل يوم فول طعمية بيض بطاطس، نحمر بطاطس، ديت هتبقى اكلة فيها قيمة غذائية عالية. هنا يا حبايبي نقطع الطماطم مكعبات صغيرة خالص، لسه بقى ما ضفناش ولا توابل ولا اي حاجة، بنقطع بس الخضار بتاعنا اللي احنا هنضيفه وهنعمل بيه الوصفة الجميلة بتاعتنا حبايبي. طبعا المكونات اللي موجودة قدامكم ديت موجودة عندك في التلاجة، الطماطم والفلفل والبصل ما بنقدرش نستغنى عنه، موجود في كل بيت، يعني مش هتشتري حاجة من بره. هنجيب بقى يا حبايبي بعد ما قطعنا الخضار كله، هنجيب البيضتين وهننزل بيهم كده في قلب الطبق. ممكن تزودي برضو زي ما قلتلك، تزودي الكمية تضيفي بيض عليها. هننزل عليها بالمكونات اللي احنا قطعناها كويس مع بعض حبايبي مكعبات صغيرة. طبعا انا غاسلة ايدي، واي ست بيت بتبقى غاسلة ايديها وهي موجودة في المطبخ وهي بتعمل الاكل، واحنا اللي هناكل.
هنقلب كله مع بعضه يا حبايب قلبي بالشكل ده. فاضل ايه؟ هنضيف بقى التوابل بتاعتنا. شايفين الالوان الجميله ديت؟ ما شاء الله الالوان دي يعني انا جوعت كده والاكله وهي لسه ما استوتش بمنظر الالوان الجميله التحفه دي. هننزل بقى بالملح، وهننزل بالفلفل والكمون. حابه تحطي فيها تخليها سبايسي ومحرقه، ممكن تضيفي نص قرن فلفل، نص واحدة فلفل كده حامي، او الشطة الحامية. نزلنا بالملح والكمون، وهننزل بفلفل اسود، وهنقلب كله مع بعضه. والتوابل ديت هتضيع ريحة زفارة البيض خالص، مش هتحس ان فيه بيض اصلا في الوصفة بالنسبة للناس اللي بتحبش تاكل اكل فيه بيض. حلو قوي يا حبايبي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هقلبه كويس جدا مع بعض كده يا حبايبي. احنا جهزنا الوصفة وجهزنا كل حاجة. هنجيب بقى الطاسة ونحطها على النار، وننزل عليها بشوية زيت، ونهدي عليها النار خالص. اول ما الطاسة بتاعتنا تسخن هننزل عليها بالمكونات اللي احنا عملناها مع بعض. هنا معانا الطاسة على النار، حسيت اللي هي سخنت يعني الطاسة سخنت عشان الوصفة دي ما تلزقش في الطاسة من تحت. اهو يا حبايبي نزلنا بقى بالمكونات كلها. هنفردها كده في قلب الطاسة. هتعمل معانا بيتزاية في منتهى الجمال، بيتزا بالبيض والخضار. مهدين النار عليها عشان تستوي من تحت ومن فوق، وفردناها كده في قلب الطاسة. هنغطي عليها اي غطا موجود عندنا، وكل شوية نبص عليها. مش هتاخد معانا 10 دقايق. زي ما انتم شايفين كده حبايبي طلعت معايا في منتهى الجمال، بيتزاية بالبيض والخضار. قيمة غذائية جميلة جدا، والطعم احلى واحلى ما شاء الله. شايفين الجمال؟ عملنا بيتزاية من غير دقيق، عملناها بالبيض وطماطم، حبيتين طماطم وقرن فلفل وبصلاية صغيرة خالص. عملت معايا البيتزاية الجميلة ديت، بيتزاية كبيرة ما شاء الله. وبوريكم كمان وهي متقطعة من جوه، حلوة جدا. جربوها يا حبايبي، ومستنيه الكومنتات الجميله بتاعتكم. هتطلع في منتهى الجمال، وكمان تنفع بقى وجبه فطار سريعه، وتنفع وجبه عشاء، وكمان تنفع في وجبه غدا مع اكل شعبي بقى، الاكل المصري الجميل بتاعنا. وتمشي بها يومك، هتبقى حلوه جدا، وكمان هتعجب اولادك. اتمنى الوصفه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم يا حبايبي، واسيبكم في رعايه الله. سلام.